ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من ذا بريتش انجلش. والفيديو ده هتتعلم ازاي تتكلم انجليزي زي هنري كافيل في فيلم انولا هولمز. اعمل لايك واشتراك ويلا بينا. If you could now forget them all. If you could now forget them all. طبعا عارف ان احنا في الفيديو ده بنتكلم في الاساس على هنري كافيل، بس لما طبعا بلاقي معلومه مهمه من اي حد تاني بقولها لك. شفت انا بقى جدع معاك ازاي؟ اعمل اشتراك اعمل اشتراك. طبعا هنا في الجمله دي قالت if you could now forget them all. forget them all. المهم هنا ان هي ما فصلتش اي حاجه عن التانية، يعني قالت تحس ان الثلاث كلمات هما كلمه واحده. forget them all. forget them all. طب انت ازاي تقولها كده؟ اولا كلمه forget الار هتشيلها، خلاص مش هتقول forget، ماشي؟ فهتقول for. اخر الكلمه تي خليها glottal تي اللي هو انت تنطقها من جوه، تقول forget. forget. هتوصل forget بكلمه them لان دي بتنتهي بتي والتانيه بتبدا بتي، واحنا اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتت ان انت لو عندك كلمه بتنتهي بتي والكلمه اللي بتبدا بتي بتاخد منهم تي واحده. هل انت شفت الكلام ده في الفيديوهات اللي فاتت؟ روح شوفه وتعالى لو ما شفتوش. forget them all فانت هتخليها كلمه واحده forget them. forget them كده انا خدت تي واحده. وطبعا all خدنا الدارك ال، ما قلناش all، قلنا all. forget them all. Would you have cared for my letters? هنا قال would you have cared for my letters. would you have cared for my letters. الفكره هنا كلها في كلمه letters ان انا ستريسد على التي جدا. والاي لما بتيجي تقول الاي حاول تفرق بينهم وبين الاي. الاي بتتقال تفتح بقك كده فيها شويه. لا مش ليه، ما تقولش letters، لا letters. letters. طبعا الاي ار اللي في الاخر لما بتشيل الار وبتستريس على التي بتعمل معاك الصوت ده اللي هو تس. letters. would you have cared for my letters. And those kind of mysteries are always the most satisfying to unpick. اوكي خد بالك بقى من الكلمه دي عشان الكلمه دي في ناس كتير جدا بتقولها غلط. are always ما قالش always ولا always. ال هنا light L تنطق خفيفه جدا. are always the most زي ما اتفقنا ان ده حاول تربطها مع الكلمه اللي جايه بعدها the most. طب والاو اللي في most مش بتقول او، ما بتقولش most. ازاي تعمل الصوت دوت؟ حاول تخليها كأنها اي او، يعني ما always the most. اتدرب عليها كتير هتيجي معاك. You're being emotional. طبعا هنا كلمة emotional فيها معلومتين، نفس معلومة الاو اللي احنا قلناها ان انت هتقول مش هتقول هتقول emotional. والال في الاخر لازم تبقى ال، اوعى تقول ال دي يعني لام، انت كده بتتكلم عربي. emotional. you're being emotional. You'll see the truth soon enough. هنا طبعا دي جملة بسيطة جدا. you'll see the truth soon enough. عادة بتبقى الاس بعد التي اتش صعبة شوية، فانت علشان تحاول تظبطها حاول تتمرن عليها اكتر. يعني قال you'll see the truth soon enough. لو عجبك الفيديو او استفدت حاجة جديدة النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتسيب لي كومنت بايه الفيلم او المسلسل الجديد اللي انت عايزنا نتكلم عنه في الفيديو الجاي. اشوفكم فيديو جديد.